كنت عملت فيديو قبل كده ازاي تختار الجامعة بتاعتك، اتكلمنا عن الحاجات الرئيسية كلها، الجامعة، المدينة، الشغل والحاجات الرئيسية كلها. بس حتى بعد اما تطبق الكلام اللي احنا قلناه، ممكن يبقى عندك لسه طويلة شوية بجامعات كتير ممكن تقدم لها. والجامعات التقديم بتاعها بفلوس، فممكن تبقى انت حاطط نفسك بادجت معينة، فلسه برضو مش عارف ايه الجامعات اللي ممكن تختارها وايه لا. خلي بالك لو مشيت على الفلتر اللي احنا عملناه، تمام، كل الاوبشنات اللي هتبقى قدامك حلو، تمام، لان دي الحاجات الرئيسيه كلها. بس زياده الخير خيرين، وخلينا نعرف حاجات تفاصيل اكتر ممكن تساعدك تختار احسن جامعه خالص. في شويه حاجات انا كنت عارفها وبناء عليها اخترت الجامعه اللي انا درست فيها، وحاجات بقى ايه لبست فيها بعد ما دخلت الجامعه، وحاجات كانت حلوه وحاجات كانت وحشه. فنشير المعلومات اللي انا عرفتها عشان ما حدش يقع في نفس الغلطه تاني. اول حاجه، ركز على سياسات الجامعه ناحيه الحضور. مهم، مهم جدا. تمام. في جامعه تقول لك لازم تحضر، جامعه تقول لك لا. بالنسبه لي انا مثلا، لو المحاضره مش مكيفاني وحاسس ان انا مش بستفاد، انا مش هاجي. تمام، شوف انا المحتوى واذاكره بمعرفتي واخش الامتحان وخلاص، مش عايز اوجع دماغي في اي حاجه تانية. انما بقى لو الجامعه قالت لك لازم تروح، فبالنسبه لي ده حوار. على سبيل المثال، من الجامعات اللي انا قدمت لها وجات لي بيها قبول اصلا، خلاص انا عرفت الحوار ده متاخر، جامعه دورتموند. من الجامعات اللي انا قلت اوكي كويسه، عايز يعني اقدم لها وممكن اختارها في الاخر. جميل. عرفت بقى ان اقصى عدد محاضرات ينفع تفوته هو 3 بس. 3 محاضرات يا معلم ما تحضرهاش، الرابعه بيتعمل لك اب ميلدونج من الماده على طول، يعني بتتشال من الماده دي ولازم بقى تعملها بعدها بسنه. يعني خلاص كانك سقطت في الماده، مش كانك سقطت عشان ما تتحسبش انك سقطت، بس كانك ما سجلتش في الماده دي اصلا، ولا كانك كنت موجود. فبالنسبه لي الحوار ده كارثه. تمام، خاصه بقى دلوقتي يا معلم الكورونا خلصت وبقيت لازم تروح الجامعه اصلا، يعني لازم بقى تاخد الاتوبيس بتاعك وتطلع على الجامعه. مش بس بقى جو اللي هو لازم تعدل اونلاين وتشغل اونلاين في البيت وتروح تعمل اللي انت عايزه وتكبر دماغك وخلاص. لا، لازم تحضر. فبالنسبه لي ده كان هيبقى كارثه كبيره. يعني بالنسبه لي الفلكسبيليتي دي مهمه جدا. تمام. واما بتكلم عليها دلوقتي كده وافكر فيها، حسيت الموضوع ده مهم قوي، مش بس حاجه اضافيه. دي من الحاجات من وجهه نظري اللي لازم تبص عليها، من الحاجات اللي في الاول خالص، لانها هتغير اللايف ستايل بتاعك او انت هتعيش ازاي. تمام، تخيل انت مش عايز تروح الجامعه بس لازم تروح عشان الحضور جباري. تمام. ازاي بقى تعرف سياسه الجامعه ناحيه الحاجات دي؟ هقول لك عليها دلوقتي، بس عشان ما نتلخبطش، بس نجمع الدنيا كلها مع بعضها وهوضحها لك دلوقتي. نفس الكلام برضو، الماده مش حاجه واحده. تمام، يعني ماده فيها محاضرات وسكاشن لابات وحاجات تانية على حسب الماده. تمام. ايه سياسه الحضور ناحيه كل حاجه من دي؟ لان مثلا ممكن الجامعه تقول لك المحاضرات يعني ايه، اوبشنال، عايز تيجي تيجي، مش عايز تيجي ما تجيش. بس السكاشن يا معلم فيها اساينمنتس لازم تسلمها، فهتسلمها ازاي؟ لازم تبقى موجود. تمام. طب السكاشن دي ده مرتين في الاسبوع، يعني كده يومين في الاسبوع لازم احضرهم. تمام، لكل ماده. هتلاقيه نازل برضو، نازل كل الايام تاني. تمام، ويبقى فيه سكشن الصبح وسكشن بالليل، فتفضل قاعد مزنوق في الجامعه الوقت اللي ما بينهم ما بتعملش حاجه. معضله كبيره برضو. تمام. ناس تقول لك لا، السكاشن ديت المعيد هيجي، هيبقى فيه اسئله هيحلها لك بتاعه الاساينمنت، انت مش لازم تسلمه، ده انت بس لازم تحضر عشان ايه؟ تعرفها، تعرف تحل ازاي. فلو مش عايز تعرفها ما تجيش، انت حر. تمام، ده حاجه اوبشنال للجامعه. الطلاب عايزه اسئله تراجعها، عندها اسئله مش عارف ايه. جميل قوي. طيب الحاجه الاخيره بقى، اللابات لازم احضرها ولا لا؟ غالبا دي تبقى لازم تحضرها، عشان اللابات بيبقى لازم تسلم فيها مشروع انت عملته في البيت. بس الميزه هنا ان غالبا بتبقى مثلا مره واحده في الاسبوع، مره كل اسبوعين، على حسب الماده. فدي يعني لو لقيتها برضه لازم تحضر، قشطه يعني. انت لازم تروح الجامعه برضه، يعني مش لازم، مش قاعد في بيتكم 24 ساعه. بس زي ما قلنا، حاجه مهمه قوي، حاجه مهمه قوي. تمام، في ناس كده كده اعرفها صحابي كانوا بيروحوا يحضروا كل حاجه كده كده. تمام، كل المحاضرات بيروحوها، كل السكاشن بيروحوها، عندهم اسئله بيروحوا فعلا سكاشن سكشن سكشن كده كل اسبوع، اسئله الاسبوع اول باول يروحوا يسالوها للمعيد عشان يساعدهم وهكذا. بالنسبه لهم بقى دي عادي، مش قصتها. انا بالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا. تمام. ننقل بقى على الحاجه التانيه، ننقل بقى على الحاجه التانيه والمهمه برضو قوي. اتكلمنا قبل كده عن الفرق بين الاوني والفخوخشولي، او اللي هي الجامعه النظريه والجامعه التطبيقيه. ان الجامعه النظريه بتهتم بالحاجات الثيوريتيكال النظري اكتر، الجامعه التطبيقيه الحاجات العملي، فحلوه للناس اللي عايزه تدرس مثلا برمجه مشاريع على طول والكلام ده. عجبك انت القصه دي
وقلت ايه، انا هروح جامعه طبيه. ممتاز، ده اللي انا عملته. سؤال بقى مهم لازم تساله لنفسك، الدرجه بتتحسب ازاي؟ يعني انت عندك مشاريع، تمام، لازم تعملها. هل المشاريع دي هتخش في الدرجه النهائيه اللي انت تاخدها ولا لا؟ التقدير اللي انت هتاخده في الاخر ده بناء على ايه؟ المشاريع دي معانا ولا مش معانا؟ على سبيل المثال برضه عشان ما تتوهش مني، جامعه اف اخن اللي انا درست فيها كان في مشاريع في كل حاجه، في كل حاجه يا معلم، حرفيا مهما كانت الماده تبان نظريه قوي بيبقى فيها مشروع برضه. حاجه مثلا زي التفاضل والتكامل فيها مشروع، تبرمج ازاي تحسب التفاضل والتكامل بالكود، تمام، تكتب بقى سي بلس بلس وتكتب له برنامج تدي له معادله يطلع لك التفاضل او التكامل بتاعتها. حاجه لابعد الدرجات، حاجه عملي جدا، يعني ده السياسه بتاعت الجامعه، لازم كل حاجه نطبقها عندك. كلام جميل وما فيهوش مشكله، وانا حابه اصلا ومختار الجامعه على اساسه. بس الميزه بقى في الجامعه بتاعتنا ان هو الدرجه بتتحسب على الامتحان الاخير بس 100% من الدرجه على الامتحان ده. بس لازم تسلم كل المشاريع، لازم تنجح في كل المشاريع عشان تخش الامتحان اللي في الاخر. بس وانس انك عديتهم اللي فات مات بقى خلاص، وبنبدا من الصفر في الامتحان ده. بالنسبه لي ده كان حاجه كويسه قوي ان اقدر اكبر دماغي طول السمستر وهمشي حالك يمشي كده، هعدي المشاريع انجح فيها واركز اسبوعين ثلاثه قبل الامتحان اخش احل فيه كويس، ويبقى كده الماده دي ايه، قضيت. ده النظام بتاعي، تمام، بتاعي. يعني في ناس تانية بقى تقول لك لا يعني افرض انا بقى جيت في الامتحان اللي في الاخر وحصل اي حاجه، حصل لي اي ظروف، ولا كنت عيان ولا كنت تعبان ما عرفتش اذاكر وجبت فيه درجه وحشه، طب ما انا كده هتخزق، يعني خيشت انا بقى لاي ظرف، يعني كده انا خدت خازوق كبير قوي. فانا عايز الحاجه تتقسم على السمستر كله، يبقى في اساينمنتس مثلا 5 مثلا على مدار السمستر، كل اساينمنت عليه 5%، فانا عندي 25% من الدرجه على حاجات بعملها خلال السمستر. فلو وقعت في حاجه، تمام، حاجه تانية تشيلها. في برضه جامعات تقول لك في ميد ترم عليه زي مثلا 30% من الحاجه، من الدرجه، و70% على الامتحان اللي في الاخر. ميكس وماتش بقى يا معلم، اساينمنت وميد ترم والامتحان النهائي بس عليه 40% ولا 50%. انت وظروفك بقى، في ناس تحب كده ناس تحب كده، بس المهم تبقى عارف الجامعه ماشيه ازاي عشان تختار على اساس الحاجه اللي انت بتحبها، مش عشوائي كده. تعرف بقى القصه دي كلها ازاي؟ بيبقى كل الجامعات تخش على الويب سايت بتاعها، تخش على التخصص اللي انت عايز تدرسه، بيبقى في حاجه اسمها البي او. البي او ده يعتبر كل القوانين والسياسات وكل حاجه، يعني الدنيا هتمشي ازاي في التخصص ده. عدد الكريدت اورز بتاع مشروع التخرج اللي في الاخر عليه قد ايه من الكريدت اورز دي. عشان تخشه اصلا، تمام، لازم تكون امتحنت كام ماده عشان تعدي من سمستر لسمستر او من سنه لسنه، لازم تكون على الاقل عديت كام كريدت اور. الحاجات دي كلها ممكن تبقى تعرفها هناك. في حاجات مهمه، في حاجات مش مهمه قوي، بس مثلا من الحاجات المهمه لو سقطت في الامتحان ايه اللي هيحصل. اغلب الجامعات تقول لك تسقط 3 مرات، المره الاولى سقطت، الثانيه سقطت، الثالثه القلق بقى بيبتدي تمتحن شفوي بعد كده، ولو سقطت فيه هو كمان بتترفد، بتعمل لك اكس ماتريكولاسيون، بتترفد من الجامعه خالص. اختلفت الاقاويل بقى ايه اللي بيحصل لك بعد كده. في ناس تقول لك انت اترفدت من الجامعه دي بس ينفع تقدم لجامعه تانية في ولايه تانية. ناس تقول لك لا، ما ينفعش تقدم في نفس التخصص ده في المانيا خالص. ناس تقول لك لا، ينفع في المانيا بس في ولايه تانية. ناس تقول لك عادي في نفس الولايه بس جامعه تانية. بس المهم الاكيد انك هتترفد من الجامعه، وكل اللي انت عملته راح، كل اللي انت عملته راح. يعني حتى لو انت في السمستر الخامس مثلا وكل المواد عديتها وجيت في اخر ماده سقطت فيها 3 مرات، تمام، كل اللي انت عملته ده راح يا معلم، وهتبتدي من الصفر تاني، غالبا في تخصص تاني في جامعه تانيه. ولا كانك عملت حاجه. ولو انت اجنبي بقى كمان، الكلام ده على الالمان والاجانب، لو انت اجنبي بقى كمان، مكتب الاجانب هيعمل لك حوار وكلكيعه وممكن ما يجدلكش تاني، تمام. حاجه زي كده تبقى عارفها. الحوار ده ينفع يتعمل في كام ماده؟ عشان برضو اعتقد ما ينفعش تقعد تسقط في 3 مرات في مواد كتير وتقعد تلحق نفسك في الشفوي. متهيألي ينفع تمتحن شفوي مرتين بس اعتقد. كل القوانين دي والحاجات تبقى عارفها. غالبا هتلاقيه بالالماني، ممكن تلاقيه بالانجليزي برضه على حسب الجامعه. بس حتى لو لقيته بالالماني وانت ما بتعرفش تتكلم الماني قوي، ترجمه وشوف حد بيعرف يتكلم الماني يشرحه لك، او حطه بقى على ترانسليشن وتحاول تفهم على قد ما تقدر. مش تفهم كل حاجه طبعا، لان الترجمه ما بتبقاش واحد لواحد، بيبقى في مصطلحات معينه خاصه بالدراسه مش هتترجم صح.
بس هيبقى عندك الى حد ما فكره. ممكن يبقى في نقطه مهمه بالنسبه لك لو حصلت، زي بالنسبه لي كده لو الحضور اجباري في المحاضرات، انا اكيد مش هدرس في الجامعه دي مهما كانت حلوه، مهما كانت هتساعدني، مهما كان فيها مميزات ايه، انا مش هروح لان ده هتبهدل لي حياتي كلها. ماشي، مركز معايا انت؟ ها ماشي. في حاجات كتير والله في دماغي عايز اقولها، بس غالبا بقى هنقلبها سلسله لان في حاجات كتير عايز اقولها. اول حاجه كمان بس انا شايفها مهمه، ممكن بقى نبقى نكمل في فيديوهات تانية. الحاجه دي هي الشغل اللي الجامعه بتنزله. تمام، في الفيديو اللي فات اتكلمنا انك لازم تروح مدينه كبيره فيها شغل كتير، ففيها مطاعم كتير مثلا ممكن تشتغل فيها ويتر، ممكن تشتغل كاشير، وعشان يبقى معاك فلوس تقدر تمول بقى الدراسه بتاعتك. غير كده بقى الشغل اللي الجامعه نفسها بتنزله، الشغل اللي الجامعه نفسها بتنزله ده مهم جدا، لان غالبا بقى شغل في التخصص بتاعك، فسهل، فلوسه حلوه، بيساعدك في دراستك، وتبقى شغال مع زمايلك برضو شاطرين، معيدين، دكاتره، فعندك نتورك حلوه كده، شبكه علاقات كويسه، ويبقوا متفاهمين الوضع بتاعك. فمثلا لو انت عندك امتحانات الاسبوع الجاي، تقول لهم امتحانات، هشتغل الاسبوع ده الضعف ومش هشتغل الاسبوع اللي جاي خالص. ايوه متفاهمين، يقول لك ماشي. عكس مثلا لو انت شغال في مطعم، يقول لك طب يا معلم لو انت مش هتيجي، امال مين اللي هيشتغل؟ فصعب. تمام، لازم يبقى انت مظبطها قبلها بكتير، وتتفق مع زمايلك يحضروا مكانك، مش عارف ايه. الشغل اللي الجامعه بتنزله غالبا بيبقى اونلاين، يعني بيبقى في موقع الجامعه بتنزل عليه الشغل بتاعها، انت تخش على الجامعه بتاعتك، تمام، وتشوف الشغل اللي بينزل عدده قد ايه، والتخصص بتاعك بالذات، انت عايز تدرس عايز تشتغل في الويب ديفلوبمنت او روبوتك، قد ايه شغل بينزل في الحاجات دي. ومش لازم تكون في الجامعه بتاعتك، ممكن يكون جامعه في نفس المدينه، ممكن يكون جامعه في نفس المدينه. ركز في النقطه دي. يعني انا مثلا الجامعه اللي انا درست فيها افاخ جامعه كبيره، تمام، فبرضه بتنزل شغل كتير، وفي نفس الوقت عشان فيها طلاب كتير فبيبقوا محتاجين تيتشر اسيستنتس كتير، ناس تساعد الدكاتره كتير. وفعلا جالي شغل او اشتغلت انا فتره بتاع سنه مثلا في الحوار ده. بس الكنز الاكبر بقى كان في الجامعه الثانيه، جامعه ايربت هي اخن في نفس المدينه بس جامعه ثانيه، جامعه كبيره جدا فيها بتاع 60 70 الف طالب، تمام، من اكبر الجامعات في المانيا كلها. فمن اكبر الجامعات يبقى فيها ريسيرش انستيتيوتس كتير، وبالتبعيه فيها شغل كتير، تمام. وانت مش لازم تبقى بتدرس في الجامعه دي عشان تشتغل معاهم، عادي تبقى بتدرس في اي جامعه ثانيه، المهم طالب. فانا كنت شغال تيشر اسيستنت في الجامعه بتاعتي، وريسيرش اسيستنت في الجامعه الثانيه، وماشيه والدنيا سالكه، تمام. حاجه زي كده بص عليها، خاصه ان هي سهل انك تعرفها، الموقع اونلاين، مش حاجه بقى لازم تروح تسال طلاب هناك، ولا تسال تعمل ريسيرش قد ايه بينزل مش صعبه. انت تلاقي موقع فيه بقى مثلا 100 شغلانه، 200 شغلانه، 1000 شغلانه، قارن بقى الحاجات دي ببعضها، الجامعات ببعضها، والمكان اللي فيه شغل اكتر هو اللي يكسب الاخر. يعني في حاجات كتير في دماغي عايز اقولها، بس اهميتها بتختلف، ومفيش حاجه برضو مهمه لكل الناس. انت بالنسبه لك حوار الشغل مهم، واحد تاني بالنسبه له حوار الحضور اللي انا قلت عليه ده مهم، وهكذا. انت بتشوف بقى اهم حاجه، وما تبقاش برضو في جامعه حلوه في كل حاجه ووحشه في كل حاجه، فانت اديها سكور لكل حاجه وقدم عليها في الاخر. واعتقد كفايه كده، نبقى نكمل فيديوهات تانية بقيه الحاجات اللي انا شايفها مهمه. فما تنساش بقى كومنتات وشيروا الفيديوهات ديت لو انت شايفه مفيد مع اصحابك اللي عايزين يسافروا، لايكات، واعمل لي فولو على الانستجرام، هسيب اللينك بتاعي تحت. كان معاكم محمد جامع، اشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.